نستفيد بقى بفكره انك اساسا كمان دكتوره كبد. ايه اللي بقينا بنسمع كتير قوي عن رابط ما بين الكبد الدهني والناس اللي عندها سمنه طول الوقت هم مع بعض، ايه الحكايه؟ اشكرك انك اشرت للحكايه دي، لان انا ضفرت التخصصين مع بعض. انا بالاساس كبد وجهاز هضمي، وبعد كده تغذيه وسمنه، وبعد كده طب وظيفي. الكبد في مصر مشكله كبيره والم نفسي في كل البيوت، لكن القصه اتغيرت. كانت قبل كده قصه فيروس سي، النهارده احنا بنعاني من الكبد الدهني، وبنعاني نفس المعاناه. قوائم الزرع الكبد مليانه مرضى دخلوا هذه القائمه بسبب السمنه ودهون الكبد. قوائم المرضى اللي يعانون من، ربنا يعافي الناس كلها، سرطان الكبد، قوائمهم مليانه بموضوع السمنه. السمنه بتعمل كبد دهني، ميكانيزمات كتير على راسها حاله الالتهاب، لكن في تفصيله كده خاصه في الكبد الدهني. طبعا حضرتك عارفه مقاومه الانسولين جزء اصيل من مرض السمنه، يعني دي اول متهم، اي دكتور يقول لك انت عندك مقاومه انسولين بالظبط كده، والترند والناس كلها بتتكلم عنها. نيجي بقى عند الكبد وبيعمل نوع من انواع مقاومه الانسولين الانتقائيه. يعني ايه؟ يعني الكبد بيستجيب للانسولين ان هو يسمع كلامه في حاجات وما يسمعش كلامه في حاجات. لما الانسولين يزيد المفروض يحصل حاجتين، انه الكبد يوقف انتاج سكر ويبدا يخزن دهون بطريقه معقوله. لما يحصل مقاومه انتقائيه للانسولين في خلايا الكبد، يجي عند حكايه ان هو يوقف سكر وما يسمعش الكلام، فيبدا السكر يزيد في الدم والدهون تزيد في الدم والسمنه تزيد القصه اللي كلنا عارفينها. ويجي عند الدهون ويسمع كلامه كويس قوي، فيبدا يخزن دهون زياده. زي بالظبط كده، تخيلي ابنك بتقولي له كل كويس علشان تعمل كويس في التمرين، فياكل كويس ويخش ينام. كل مره كده ياكل ويخش ينام، يسمع نص الكلام وما يسمعش الباقي. ايه اللي بيخلي ده يحصل؟ السمنه، الامراض الالتهابيه المرتبطه بيها بتدخل جوه خلايا الكبد وتعمل هذا التكنيك، العضو ده بالذات. فيبدا الشكل الجسم كله يتغير. التهاب الكبدي ده معناه مشاكل في السكر على طول، مشاكل في القلب على طول، وحاله التهابيه تخلي الجسم نفسيا وجسمانيا، وحتى كمان بترفع معدلات الاصابه باورام كتير.